عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ مكملين مع بعض من سلسلة مناهج التعليمية. النهارده ان شاء الله عندنا من منهج جريد 3 منهج الصف الثالث، وصلنا ليونت 10 ليسن 2 الدرس الثاني من الوحدة العاشرة من منهج ثالثة ابتدائي. تعالوا نشوف الفوكابس. أول حاجة عندي كلمة finish بمعنى ينهي، finish. address اللي هي معناها عنوان، address. copy اللي هي معناها ينسخ، copy. share بمعنى يشارك، share. password اللي هي معناها كلمة المرور، password. safe بمعنى آمن، safe. والعكس منها unsafe اللي هي غير آمن. research بمعنى بحث، research. school project معناها مشروع مدرسي، school project. كلمة adult بمعنى بالغ أو راشد، adult. تليفون نمبر اللي هي رقم الهاتف، تليفون نمبر. on time معناها في الموعد، on time. dinner بمعنى وجبة العشاء. تعالوا نقرأ مع بعض جزئية الفوكابس دي تاني كده على السريع. finish، address، copy، share، password، save، research، school project، adult، telephone number، on time، dinner. دي كانت جزئية الفوكابس. تعالوا نشوف مع بعض how you can stay safe online، ازاي تكون آمن وانت على الانترنت. هنشوف أول جزئية عشان تكون safe online، وعندنا جزئية تاني not safe online. انت يعني كده بتكون آمن لو اتبعت الخطوات دي او اتبعت الكلام ده بتكون safe online، ولو اتبعت الاشياء دي او النقاط دي بتكون unsafe او not safe، يعني انت غير آمن على الاونلاين على الانترنت. تعالوا نشوف مع بعض اول جزئية how to be safe online. number 1 I can tell everyone about my dinner. من خلال الانترنت استطيع ان اخبر كل شخص عن وجبة عشائي، دي number 1. I ask adults which websites are safe. ممكن أسأل البالغين كمان الناس الكبيرة المواقع الإلكترونية اللي هي بتكون آمنة. I ask adults which websites are safe. كلمة websites اللي هي مواقع إلكترونية. number 3 I ask an adult if it's okay to use the internet. أسأل شخص كبير هل من الممكن أستخدم الإنترنت أو ده شيء مقبول أو مطلوب. number 4 I can find information for my homework. أنا من خلال الإنترنت أستطيع أن أنا أجد معلومات لعمل الواجب المنزلي بتاعي. دي الجزئية بتاعت how to be safe online. number 1 I can tell everyone about my dinner. number 2 I ask adults which websites are safe. number 3 I ask an adult if it's okay to use the internet. number 4 I can find information. ممكن ألاقي معلومات لعمل الواجب المنزلي. طب not safe on online، ازاي مش هتكون آمن وانت على الانترنت؟ قالك أول حاجة I can tell everyone my password. ما ينفعش أعمل النقاط دي، يعني أنا ما ينفعش أقول كلمة المرور أو الباسورد بتاعتي للإيميل، للبيج بتاعتي، للقناة، لأي حاجة، لأي حد كده. يبقى لو أنا قلت الحاجة دي فده كده أنت مش آمن، وانت على الانترنت انت مش في امان. number 1 I can tell everyone my password. لو انا قلت كلمة المرور الخاصة بيا لأي حد ده شيء غير آمن. number 2 I tell everyone how I feel today. ان انا كل ما يجيني احساس معين كده بحاجة معينة اروح قايلة على طول، ما ينفعش. I tell everyone how I feel today. I can share my address with everyone. ما ينفعش طبعا ان انت تشارك عنوانك، فانت كده غير آمن. لو انت عملت كده، لو انت شاركت عنوانك مع كل شخص فانت كده بتكون unsafe online، بتكون في وضع غير آمن. number 4 I can't talk to people I don't know. يعني ما ينفعش كمان نتكلم مع ناس على الانترنت واحنا ما نعرفهاش، دي حاجة اسمها not safe، غير آمنة. I can't talk to people I don't know. من خلال الانترنت انت ممكن تكلم اي حد، لا طبعا بس الموضوع ده غير آمن. number 5 I can tell everyone my mom's phone number. أقول رقم مامتي أقوله لأي حد، وده طبعا شيء غير آمن فالمفروض ما نعملوش. number 6 I share my photos with everyone. أشارك الصور بتاعتي مع كل الأشخاص، وده شيء غير آمن.
النهارده الدرس بتاعنا كان عباره عن فوكابس، وكان عباره عن how you can stay safe online. لو احنا اتبعنا الحاجات دي safe online هنبقى تمام. لو احنا اتبعنا النقاط دي اللي احنا كلها قلناها هنكون في not safe، احنا مش هنكون امنين واحنا على الانترنت. كنتم مع مس أميرة انجلش في الاور جرامرز. ان شاء الله باذن الله مكملين مع بعض سلسله فيديوهات المنهج التعليمي، انتظرونا كل يوم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.